هي هاد القضيه ديال الفيزا اللي ترفعات، يعني بزاف الاخوان سولوني عليها، ولكن انا غادي نجاوبكم باختصار وحسب البحث اللي درت انا. بحثت شويه في هذا الموضوع هذا باش نحاول ننور شويه الاخوان. بالنسبه للمساله اللي كيقولوا قطر بان عفات المغاربه من الفيزا، هي عفاتهم من الفيزا ولكن بواحد الشروط. يعني خصك توفروا فيك واحد الشروط اللي هي هاد الشروط هذه. من بين هاد الشروط خصك اول حاجه تكون عندك تاشيره ديال دول مجلس التعاون، يعني يمكن لك تزور اي دوله في الخليج، هذا يمكن له يدخل لقطر بلا فيزا. الشرط الثاني وهو خاصك تقطع ورقه ديال الطياره الي والروتور، يعني الذهاب والاياب من المغرب، تجي من المغرب باش ترجع، ويكون عندك ورقه باللي حاجز في شي اوتيل هنا في الدوحه في قطر، ورقه ديال الحجز. هادو المسائل هادو خص يكون عندك، وخاصك تكون عندك تاشيره ديال مثلا ديال اوروبا ولا ديال فهمتي، يمكن لك يكون عندك مثلا اقامه في شي احد الدول الاوروبيه ولا اسكندنافيه، المهم، ولا يكون عندك باسبور حمار او لا شي حاجه، او لا يكون عندك فيزا كارت عالميه، يعني يكون عندك فلوس في البنك كما سائر الدول، بحال هكا تمشي لاوروبا. يعني ما كاينش الفرق، بحال غتمشي لاوروبا السياحه، يعني هنا شنو طلقات السياحه فقط وليس العمل. الانسان بزاف الناس غالطين، يعني هنا السياحه فقط هي اللي طلقات، يعني هنا يمكن لك تجي كسائح وليس كباحث عن عمل من هذا المنطق هذا. كما قلنا كتدخل الموقع ديال وزاره الهجره ديال قطر وكتعمر واحد الاستماره وكتصيفطها لوزاره الهجره هنا قبل ما تخرج من المغرب ب 48 ساعه. خاصك هاد الاجراءات تقوم بها ب 48 ساعه قبل ما تخرج من المغرب باش تجي لنا للدوحه. ومن طبيعه الحال خاصك يكون عندك مبرر على جاي لقطر، يعني يقدروا يطرحوا لك سؤال يقول لك على جاي لقطر، اش باغي انت دير في قطر، يعني خاصك تجاوب. المهم تكون عندك مبرر، يعني جاي سياحه، جاي المهم السياحه ضروري خاصك الحجز في الفندق كما قلنا، وتاشيره ذهاب واياب او ذهاب او مجيء، وتكمل بلاصه اخرى. يكون عندك تاشيره، جوج تاشيرات، وحده ديال باش تدخل لقطر في الطائره، وحده باش تغادر، يا اما تمشي لمنطقه اخرى دوله اخرى او ترجع للمغرب. المهم خصك عندك جوج تاشيرات يكونوا ساري المفعول. وكما قلنا الحجز ديال الفندق تكون حجز في احد الفنادق هنا في الدوحه، وهذا الشيء قلنا خصك ديرو قبل، لان ملي كتدخل هذاك الموقع ديال وزاره الهجره في قطر في الانترنت كيطلبوا منك هذه الوثائق، هذه كيطلبوا منك تحمل لهم تعمر واحد الاستماره وكتصيفطها من المغرب او من اي بلد في العالم، كتصيفطها لوزاره الهجره قبل ب 48 ساعه. وملي كتوصل هنا المطار حمد هنا في الدوحه كيعطيوك مده الاقامه شهر قابله للتمديد شهر اخر. وملي كتسالي بطبيعه الحال غادي يمكن لك تغادر للتراب، لان الا ما غادرتيش للتراب غادي يطلع لك غرامه. واول يوم ملي كتسالي هاد الشهر الا ما جددتيش كيطلع لك غرامه ديال 300 ريال في النهار، يعني 600 درهم مغربيه في النهار. يعني كل نهار زدتيه هنا في قطر من بعد انقضاء هذاك الشهر، كل نهار زدتيه عندك 300 درهم، كما قلنا 300 ريال قطري، يعني شي اكثر من 12000 ريال مغربيه، اكثر من 600 درهم مغربيه، لان يعني الريال كيدير شي 2 دراهم وشي 46 ريال مغربيه، يعني 2 دراهم فاصله 2 دراهم و46 ريال مغربيه. كما قلت لكم، وهذه هي الشروط اللي ولات في بلاصه الفيزا. واي واحد يبغى يجي هنا للدوحه يعني راه فهمتي اش نقول لكم، يعني راه ماشي الدوحه راه ماشي هما راه حيدوا هاد الفيزا، ولكن حيدوها بشروط. اذا حسب البحث اللي جريت انا هذه هي الشروط اللي توصلت لها. ويمكن لك تستفسر، يعني دير بحث انت على الانترنت وكيفاش يعني مازال هي. وخصوصا انا قريت واحد الخبر باللي السفاره ديال قطر في المغرب مازال ما اكداتش رفع التاشيره على المغاربه، مازال ما اكداتوش ومازال ما نفاتوش. صدر واحد مقال قريته انا، درت البحث البارح، قال لك سيدي مازال ما اكداتش السفاره ديال قطر في المغرب، مازال ما اكداتش هذا الخبر ومازال ما نفاتوش، هو متداول في وسائل الاعلام، ولكن حسب البحث اللي قمت به هذه المعلومات اللي توصلت لها. اخوتي اش غنقول لكم،
الى عجبكم هذا الفيديو اش غديروا؟ جيم الفيديو، لايك. وإلا كنتي اول مره كتشوف هذا العبد الضعيف اللي هو عبد الصمد، مقيم في دوله قطر، كيعيش هنا، خدام هنا، خياط، و تهبط تحت الفيديو غتلقى واحد اللعيبه حمراء، ابوني او سبسكرايب او اشتراك، وتورك عليها وتفعل واحد الجرس ديال الجرس باش اي فيديو جديد ان شاء الله رفعناه على القناه توصل به انت الاول وتكون من اول المشاهدين. وما تنساش، عندي لكم واحد السؤال، يعني انت كتفكر تجي لقطر، ولكن عندكم واحد السؤال يمكن لكم تجاوبوا عليه، ما نطرحوا المناقشه. واش المغرب ما فيهش فرص ديال العمل؟ انا عارف الاغلبيه ديال الاجوبه غادي تكون بالنفي، وهذا انطلاقا من نفسي. انا نفسي كنقول يعني انا ما لقيتش فرصه في المغرب، واخا خدام يعني خدمت في المغرب خياط نيت كالحرفه ديالي، وسبق لي خدمت من غير هذه الحرفه هذه، لان هذه الحرفه هذه عندنا في موسميه، كتخدم بالمواسم، كتخدم مثلا في العواشر هذه، وبعد العواشر يعني كتبقى مصروف كتضرب معاه. انا خدمت في الشانطي البالا والفاس، نجيكم واقعي، ما نكذب عليكم ما والو، ما نتكبر عليكم ما والو. انا قبل هاد الايامات هذه اللي هبطت من هنا لتما المغرب رجعت وجيت خدمت في الشانطي، خدمت في دار بوعزه، خدمت في في البالا والفاس، خدمت مع ليديك في داك الشيء ديال المقاولات ديال اعاده بلومب، يعني كنعاودوا الريزوات ديال الماء. يعني كان واحد المشروع مولانيه قطر هي اللي كتمول هذا المشروع هذا، كان في راه باقي مستمر الحال، باقي مازال الاشغال فيه ما انسالاتش، كاين في دار بوعزه وكاين في دار 16 ودار يعني في النواحي ديال خارج شويه على كازا. خوتي كي دار لي وقع الفيديو 13 دقيقه. المهم الفيديو الجاي ان شاء الله. عندكم شي تساؤلات مرحبا، عندكم شي استفسار مرحبا، ان شاء الله غادي نحاول نصور لكم هنا الدنيا كيف دايره، المهم في خريجات كذا هذه. ما تنساوش دعموا خوكم كما قلت لكم. جيم الفيديو، بغيت هذا الفيديو يوصل غير 100 جيم، 100 جيم بركه، 100 يوصل 100 جيم يعني راه مزيان بخير. السلام عليكم.